ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل الكيك المخطط او الكيك زي ما بيسموه الناس زبرة كيك. كيك شوكولاتة على فانيليا، كيك حلو جدا. الاولاد هيحبوه، الكبار هيحبوه، وحلو قوي مع شاي في العصاري كده وفي الجو الجميل ده. ان شاء الله الوصفة سهلة وان شاء الله تجربوها. ويا ريت لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد معانا. بصوا الكيك بتاعنا هش وجميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. شايفين معانا جميل ازاي؟ شكله حلو قوي، مخطط وجميل. ان شاء الله هيعجبكم جدا وسهل جدا. الكيكة هشة وتحفة. يلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. اول حاجة عشان نعمل خليط الكيك، عندنا 4 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نضربهم بالمضرب. عندنا من كوباية لكوباية ونص سكر، على حسب درجة الحلاوة اللي انتوا بتحبوها. انا هحط كوباية واحدة ونكمل ضرب. عندنا ربع كوباية زيت، وعندنا فانيليا سايلة، ونديهم ضربة كمان. عندنا 160 جرام زبدة، بنسيحها في الميكروويف او على نار هادية خالص او على حمام مية، ونضربهم كمان ضربة. دلوقتي عندنا بقى 3 كوبايات دقيق خاص بالكيك. هنبتدي بقى نحط كده واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وننخل. ونضربه مع بعض. بعد ما حطينا نص كمية الدقيق تقريبا وضربناها، عندنا بقى كيس كيك شيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبه كويس كده. وعندنا كوباية حليب ساقع هنحط نصها. ونقلب. وبعدين نرجع نحط بقية الكيك وبقية الدقيق وبقية اللبن مع بعض زي ما هنشوف. عندنا ربع كوباية مية سخنة بتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب بسرعة.
ونديهم ضربة سريعة كده. واخر حاجة معانا باكت فانيليا باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده الخليط بقى جاهز معانا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقسم الخليط ده على 2. تمام؟ يعني انا وزنه البولة بتاعتي هوزن الخليط واقسمه على نصين بالظبط. بعد ما قسمنا الخليط عندنا على 2، عندنا بقى 3 معالق كبار كاكاو خام اسباني غامق. بسم الله ننخله. وعندنا ربع كوباية مية سخنة مغلية ونضربهم مع بعض. عندنا خليط الشوكولاتة كمان جاهز. بقى عندنا الخليطين جاهزين. تمام؟ عندنا صينية دهنينها كويس بالسمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقى كده نحط جزء من الأبيض وجزء من الشوكولاتة في النص بالشكل ده. بعد ما خلصنا طبقات الكيك بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، ممكن ان احنا بندخلها نسويها كده، وممكن نعمل لها شكل جمالي من فوق. ان احنا نعملها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخدها خطوط، واحدة كده واحدة كده من فوق، بس مش بننزل لتحت قوي. بالشكل ده كده. تمام. طبعا الفرن بتاعنا مشغلينه قبل ما نبتدي في الكيكة على درجة حرارة من 180 ل 200. الرف في النص. هندخلها ونشوفها لما تستوي هتبقى عاملة ازاي. دي الكيكة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. بنختبرها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تطلع معانا نظيفة بالشكل ده يبقى الكيك بتاعتنا استوت. برضو الكيكة لما بتبتدي تقب معانا في الفرن وتبتدي تاخد اللون الفاتح بنهدي عليها النار علشان تستوي معانا كويس. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع شيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.